السلام عليكم الزينات، ان شاء الله كاع راكم غايه ومرحبا بكم في قناه كويزين ميليسا اسيل. اليوم جبت لكم واحد الوصفه تاع الخبز بالفرماج، يجي بنين بزاف، يجي خفيف. تنجموا ما ديروه مع لاتاي ولا مع قهوه باسكو يجي بنين بزاف، وسيرتو اللي ما يبغيش الحلاوه وكاع تنجموا تخلوه تشربوا مع لاتاي، ولا يجي خفيف بزاف ويجي بنين. المهم هنايا واش نديروا فيه؟ نص كاس ماء دافي، نزيدو عليه كاس تاع الحليب دافي، ونزيدو عليهم مغرف تاع السكر ومغرف تاع خميره تاع الخبز. نخلطوا هادو المكونات مليح، نخلطوهم غير بالفوي، نخلطوهم غايه كما راكم تشوفوا، ومن بعد نغطوهم نخلوهم يتفاعلوا شويه. هنا ندوبوا غير داك السكر ولا الخميره ونغطوا عليهم نخلوهم يتفاعلوا لنا شويه، واحد دقيقه ولا زوج، ومن بعد عاد نعاودوا نولوا. هنا كما شفتوا فصلت البياض على الصفار، غادي الصفار نخليه باش ندهن به الوجه، والبياض غادي نديرها في العجينه تاعي. وهنا درت عليها نص كاس تاع الزيت وخلط تاني غايه، ومن بعد غادي نزيد عليهم هذاك البياض تاني ونخلط غايه، ومن بعد عاد نبدا نضيف الفرينه كما راكم تشوفوا. هنايا غادي نزيد الفرينه. هنا الفرينه ما كاش عباره، غادي نديروا العجينه تاعنا غير لحساب ما تقعد تتلاصق. نزيدوا مغرف صغيره تاع الملح، وهنايا ما غاديش نستعملوا كاع يدنا، غادي نستعملوا غير سباتول. هنا سباتول ولا مغرف تاع اللوح ولا حاجه كيما هكا، نخلطوا بها غايه عليها تجي العجينه تاعنا خفيفه. هنا غادي نخلوها تلاصق، ما غاديش نتقلوها. هنا غادي نقعد نزيد في الفرينه حتى لين نشوف العجينه تاعي شغل تلايمت بصح قاعده تتلاصق كيما راكم تشوفوا. نخلط غايه، وهنايا ما تكثروش فرينه، غير بشويه باش ما تغلبكمش، نقعدوا نزيدوا لها غير بشويه. وهنا كما راكم تشوفوا ما استعملتش كاع يدي، راني ندير غير بالسباتول، نخلط غير بالسباتول كما راكم تشوفوا. ها شوفوا العجينه كي راهي تتلاصق، نخلوها كيما هكا ونغطوها ونخلوها تخمر حتى تضاعف الحجم تاعها، عاد باش عاد نجيبوها كما راكم تشوفوا. شوفوا كيف تضاعف الحجم تاعها. هنا غادي نديغازيها، ومن بعد غادي نعجنها شويه كما راكم تشوفوا. هنا ديروا شويه زيت في يديكم باسكو العجينه تلاصق، ومن بعد غادي ندير شويه تاع الفرينه هنايا وغادي نبدا نعجن فيها. هنا غادي نعجنها غير بصباعي، غير 2 دقائق ولا غير شويه، ونديروها في الصينيه تاعنا كما راكم تشوفوا. هنايا زدت لها شويه تاع فرينه، وهنا ما تكثروش الفرينه باش ما تجيناش ناشفه العجينه، نسحقوها تكون تلاصق، ما نسحقوهاش ناشفه. هنا كما راكم تشوفوا راني ندلك فيها شويه غير 2 دقائق، دلكوها شويه. هذا الخبز غادي لا درتوه غادي تولوا مدمنين عليه. المهم هنايا كما راكم تشوفوا غادي كي عجنتها شويه غادي نديرها هنا في الصينيه تاعي. هنا تنجموا ديروا بابي كويسون باش يعاونكم، ولا ديروا شويه تاع الزيت. هنايا انا نخدم بالبابي كويسون باسكو من بعد باش يعاونني كي نرفدها كي تكون طايبه نرفدها. وهنا غادي نجي نقطعها على 4، وكل نص نقطعها على 3. وهنا الكوبات ديروا لها شويه زيت باش ما تقعدش تلصق لكم في العجينه، ومام كي تكونوا تاني تقرصوا فيها ديروا شويه زيت في يديكم باش تعاونكم. وهنا كما راكم تشوفوا راني نقطع فيها. وهنا نمشي على الفور تاعي على 200 درجه باسكو انا هنا راني نخدم، وهي راهي تخمر بالخف، هي ما تقعدش. ثم تكونوا موجدين الفور تاعكم هنايا شاعل على 200 درجه من الفوق ومن التحت، ولا شاعلوا من التحت ومن بعد من الفوق. وهنا غادي نعمرها بالفرماج، نتوما ديروا الفرماج اللي عندكم ديروه في لابوش، ونعمروا هذوك الفيد اللي راه اللي شغل كي قسمناها، هذاك الفيد غادي نبداو نعمروه بالفرماج، نعمروها كاع. ومن بعد نجيبوا هذاك البيض تاعنا نديروا فيه شويه تاع الخل
ولا شويه تاع القهوه وندهنوا الخبزه تاعنا. وهنايا التزيين يبقى اختياري، تبغوا ديروا جلجلان، تبغوا ديروا غير السانوج، تبغوا كيما نتوما وكل واحد شي يبغي. المهم انا هنايا درت في هذه درت غير السانوج، ودوك نوري لكم في لافان تاع الفيديو دوك نوريكم ني دايره زوج خبزات تاني واحد اخرين مور الفيديو هذا، بغيت نشارك معكم التزيين تاعه. شوفوا هنا كيفاش جاوني هادو زوج، بغيت نوري لكم كيفاش جاوني باش تدوا فكره. المهم هذا الخبز ما تندموش عليه، واللي عجبتها الوصفه ما تنساش باش تخلي لي جيم ودير لي ابوني. ودرك ما عليا غير نقول لكم تهلاو في روحكم.